اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. صباح الخير، صباح التفاؤل على عيونكم، صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين. يلا بقى نصلي على الرسول ونشوف عملنا الفيديو اللي يفتح النفس ده مع بعض ازاي. بصوا المنظر. عملنا بقى صينية سردين، مش عايزة اقول لكم. بصوا، احلى على الاحلى يا حبايب قلبي. عندي نص كيلو من السردين، شطفته شطفة حلوة وعصرت عليه ليمونتين، وجبت بولة وحطيت فيها مية، وهنزل عليها دلوقتي بمعلقة من الخل، وهنقع السردين ده لمدة 5 دقايق. مش هيتهري ولا اي حاجة، بجد بيبقى فظيع، ما بيبقاش فيه اي ريحة زفرة خالص، وبيبقى حلو قوي. هنقعه بقى لمدة 5 دقايق، وبعد كده هروح هغسله تاني وهنضفه. بيبقى حلو قوي. انا بقطع راسه وبنضف قلبه، بيبقى زي السمك بالظبط. ما تنسيش بقى يا حبيبة قلبي تحطي اللايك. اللي انتم مقصرين في اللايك يا حبايب قلبي، هو اللايك بيكهرب ولا ايه يا فوزية؟ ما تنسيش بقى تحطي اللايك يا فوزية. سامعين يا زن؟ وهنا عندي صينية وهنا مقطعة ميكس من الخضار كده، شرايح بطاطس وشرايح طماطم وشرايح بصل وشرايح فلفل الوان. بصل مع السردين، والله العظيم بيبقى حلو قوي. وهنا عندي صينية هنزل عليها برشة من الزيت كده. على فكرة في ناس مش بتحب تنضف السردين، بتحب تعمله بحاله، مفيش اي مشكلة. انا برضو ساعات بعمله بحاله، بس لما بيبقى صغير شوية برضو اللي حضرتك بتحبيه وتفضليه اعمليه، مفيش اي مشكلة. وهنا باخد شرايح البطاطس وهنزل بيها في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مع الطماطم بقى والفلفل والبصل. مش عايزة اقول لكم بجد بتبقى فظيع. وهنا ده برطمان عندي خلطة، يعني خلطة سمك، اللهم بارك، على طول حطها في التلاجة، في باب التلاجة كده ببرطمان، بتقعد عندي كتير جدا. ما يعني بتبقى اسهل ليا، بدل ما كل مرة بقى اعمل خلطة وكده، لا بتبقى حلوة قوي. برضه هقول لكم عليها. خلطة السمك دي بجد جبارة، بتنجز في اكتر الاسماك. بقى دي تتبيلتي في السمك، الخلطة دي بعملها على بقى طول. بجيب الكبة هقول لكم وبحط فيها عليها. 5 فصوص من الثوم، قرنين فلفل اخضر او قرن شطة سبايسي، على حسب انتي ما بتحبي ايه. معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، معلقة من الملح، ومعلقتين من الخل، ومعلقتين من الليمون. بجد بضرب بقى المكونات دي كلها مع بعضها، وبحتفظ بيها ببرطمان في التلاجة. لأي نوع أسماك عندي بطلعها. وهنا زي ما انتوا شايفين حطيت الخضار اللي كان متقطع عندي، ونزلت عليه بمعلقة خد بقى خلطة من الموجودة عندي، اللي كانت موجودة عندي. شايفين شكلها؟ هدخل بقى المكونات دي كلها ببعضها، يعني هتبل الخضار، بتبقى حلوة قوي زي ما انتوا شايفين. صلي على الرسول يا حبايب. وهنا بقى طبعا السردين انا غسلته وفتحت قلبه زي ما انتوا شايفين معايا. هاخد بقى زي معلقة من الدقة كده، وايه وهعمل وهدخل في قلب السردينة. بجد بتخلي طعم السردين بجد في حتة تانية خالص، بيبقى حلو قوي. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا وهرجع. وهنا بقى رصيت السردين كده عكس بعض، يمين وشمال كده. بصوا شايفين المنظر. وهنا بقى قطعت شرايح طماطم، طبعا ضفتها برضو على الوش، وشرايح من البصل وشرايح من الليمون. بجد بتبقى مخلية طعمه في حتة تانية خالص، بيبقى حلو قوي. سامعين يزم؟ بيقول لكم ما تنسوش اللايك طبعا. وهنا ضفت بقى رشة من الزيت. بصوا بجد فظيعة. ممكن بقى تتاكل جنب رز ببصلة، جنب برام رز. انا يعني كلنا بنفضلها جنب برام رز، بنحب برام الرز جنبها. ممكن تتاكل بعيش مع سلطة ومع مخلل مع بابا غنوم. شوفي اللي حضرتك بتحبيه وتفضليه. وهنا بقى هدخلها الفرن. طبعا السردين بيحب يبقى على. وهنا بقى هدخل صينية السردين دي الفرن. طبعا قايدة الفرن من قبليها. السردين بيحب النار العالية عشان ما يتمصش مننا. وهنا بقى طلعت صينية السردين. بصوا مش عايزة اقول لكم بجد الريحة كانت قلبة الشقة، كانت حبة والجيران هتخبط عليا. بجد كانت حلوة قوي وطعمها حلو قوي. وهنا كان الاكل كان غدانا. عملت سلطة وعملت برام رز وعملت بابا غنوم. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو. شايفين صينية السردين بجد فظيعة حلوة قوي. بجد تستاهل اللايك منكم. لو لسه بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة بتاعتي وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد من فيديوهاتي. انا بعمل الحاجات دي للبنات اللي لسه مبتدئة.
وهنا بقى ما صورتش الرز والسلطة وبابا غنوم، صورت صينية السردين بس. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك. بصوا شايفين المنظر بجد، جمال عدى الكلام، بجد تفتح النفس. مش عايزة اقول لكم بجد كانت حلوة قوي. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد من فيديوهاتي. دعوة حلوة ولقب المس.